من العامة. التقي بضيفي ونجم اليوتيوب الأستاذ هادي الشيباني. حياك الله هادي. حياك الله. يا هلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا هلا وسهلا. اخبارك طيب؟ حياك هادي، شلونك؟ الله يسلمك بخير. أنت الآن عندي على أساس أنك أحد نجوم اليوتيوب واللي كم وصلت أعلى نسبة مشاهدة عندك؟ أنا في خلال 6 شهور حققنا أكثر من 18 مليون. 18 مليون على البرنامج فقط، مش على القناة. على برنامج فقط وليس على القناة اللي أنت أحد. على القناة تقريبا وصلنا إلى 40 مليون. يعني تكاد تكون أنت نصف القناة كانت مشاهدات خاصة بك. إيه نعم. ليش يا هادي؟ رفعت مستوى الجرأة؟ مش الجرأة، زي ما قال الأستاذ داود الشريعي، قال لك السقف ارتفع، يعني خلاص. هذا كلام مجالس الكل يتكلم فيه. يعني ممكن حتى الكلام اللي احنا نتكلم فيه في البرنامج المجالس تلقاه اكثر من كذا، اكثر من كذا. يعني اللي يحدث المجالس من الحديث خلال الجلسه على ما يحدث في المجتمع السعودي من قضايا، من تتكلم عن اشياء كثيره، يعني سواء الخدمات سواء لا اله الا الله، القطاعات الخدمية عموما، القطاعات الخدمية، سواء المجتمع نفسه، حتى قضاياهم الاجتماعية تتكلم عنها في المجال يحدث أكثر من اللي احنا نقدم. طيب من اللي فتح هذا المجال؟ يعني اللي فتح أنتم؟ يعني تويتر، اليوتيوب، أنتم كمقدمين شباب جيتوا وقلتوا الناس منفتح أو رافعين السقف احنا اللي بنوازيهم؟ أنا وصلت آخر واحد يعني. في يعني نتكلم عن أنتم يعني. في من سبقني في الإعلام، لكن ما اعتقد انه انا رجعت اقول الشباب هم اللي وضعوا السقف بالنسبه لهم في الاعلام الجديد. خلينا نتكلم بواقعيه فهد. برضه هو السقف ارتفع يعني ليش؟ لانك انت لما تطلع تشوف الناس تتكلم وانت تتكلم، برضه الاعلام القديم يعني نازل السقف في الحريه فيه. انت كنت مذيع تلفزيوني وهربت من تقليديه الشاشه الى الاعلام الجديد؟ بيني وبينك يا فهد، انا لما دخلت الاعلام الجديد حسيت فيه اكثر ما حسيت في الاعلام القديم. الاعلام القديم تحس انه في محسوبيات، مع انك في الرياضه، والرياضه دائما سقفها الرياضه اصعب، بس سقفها ارفع من غيرها. ارفع من غيرها، بس انك تتعامل مع شريحه من خلال المتابعين او خلال المسؤولين برضو التعامل معهم صعب، التعامل معهم بحساسيه. لقيت الناس ترحب في هذا السقف اللي انت رافعه في ادائك في اليوتيوب؟ اي اكيد، اذا من خلال التعليقات، من خلال المشاهدات، لانك تتكلم كلام الناس. جاك انتقادات؟ جاك شيء؟ جاك توجيه معين؟ لا. من القطاعات الخدميه نفسها حاولت انه خليني اقول لك تاخذ معك صلح، ولا يعني انه انا قاطع الوصل بيني وبين القطاعات او المسؤولين في هذه. ليش؟ لأن ما أبغى يصير فيه محسوبيات بيني وبينهم، عشان أنا أدي عملي بشكل ممتاز. طب اسمح لي أسألك سؤال اللي سألته أستاذ داود، لأنه هو حديث الناس دائما عندما يرون برنامجا معين يرفع سقف الحرية فإنهم يسألون ذات السؤال، وأحيانا يطلقون نفس الإشاعات اللي هي إنه أنت أعطيت سقف معين وقيل لك هذا السقف وهذه المحرمات وما دونها فغرد مشت. لا، هذا غير صحيح. هي فهد يعني خلينا نتكلم الوحدة الوطنية والدين، أو الدين والوحدة الوطنية. يعني انت اللي وضع هذا السقف حقنا، يعني هذا اللي انا اعتقد انه هذا السقف الاعلام الجديد او الاعلام ككل المفروض. الباقي نقدر نتكلم فيه. ليش؟ لاني انا انتقد ليش يا فهد؟ انا انتقد عشان يتصلح الشيء هذا. طيب انت يعني كل الاخرين المفترض انهم يؤمنون بهذا الايمان، انه في الوحده الوطنيه والدين والوحده الوطنيه وما سواها قابل للانتقاد، لماذا انت الاكثر جرأة اذا؟ والله ممكن غيري ما قدر يتجرأ. طيب ايه، يعني هو احساس ذاتي من عندك ومغامره شخصيه من عندك. هي تقدر تقول لاني انا قاعد اشعر فيه. يعني قبل ما نقدم البرنامج احنا في اطار الاعداد احنا نحس بالخبر. يعني لما نجي ننتقل اخبار احنا نحس فيها فنقدمها، نقدمها بصدق. يعني ما نقدمها اني ابغى الشيء الفلاني، يعني او اطمح الى شيء يعني اخر وراء هذا الشيء عند تقديم الخبر هذا بالذات. لا بالعكس، انا حاسس الشيء هذا هو اللي يستاهل انه يطلع اليوم، او الحلقه هذه انه يطلع. ليش؟ لان في معاناه من الناس على القطاع او احد القطاعات الخدميه. برنامجك وفي ظهورك هو عرض الرجل الواحد ولا خلف الفريق اعداد؟ لا، انا وفريق الاعداد.
دورك في فريق الاعداد؟ انت تكتب وتشارك في الافكار ولا أنا تقدم ما يكتبون؟ لا انا شارك برضه في الاعداد. معي انا وزميلي عبد الرحمن بحير. نتشارك في طريقه اصلا طرح المحتوى وفي طريقه الافكار اصلا، لان احنا نختلف عن الاعلام القديم. ليش؟ لان الاعلام القديم مجرد حوار وطاوله ونقاش مع مسؤولين، لا احنا نقدم فكره ونقد ساخر. عادل العمري عندي في الهاشتاج يقول على حد علمين هادي الشيباني ترك قناه صاحي. تركت قناه صاحي؟ تركت قناه صاحي. ليش؟ امر الله. امر الله بدون ايضاح اسباب. انا ما ودي اتكلم. انا طيب. يعني لو تعذرني عن الاجابه، لان سئلت كثير عن الترك او سبب لترك قناه صاحي. انا تركتهم وخلاص، يعني ما احب اتكلم عن الاسباب. طيب وين رايح؟ الى الان فهد لم تحدد الوجهه. العروض والله كثيره، لكنك راح تستمر كنجم يوتيوب موجود على الشاشه ان شاء الله باذن الله راح نستمر. بس العروض يعني وتعرف دخلت رمضان يعني اربكتنا شوي. ان شاء الله بعد العيد يعني راح نقرر. هو الناس ما يهمها يعني هو ما خلف الكواليس، كيف ترتبط وكيف تؤدي. اهم شيء نطلع ونقدم. انك تبي تطلع ولا ما تبي طالع؟ لا ان شاء الله بطلع ان شاء الله. تبي تواصل على نفس السقف ولا كانت المؤسسه اللي تراك قبل هي اللي محدده السقف، واذا طلعت منها يمكن يختلف؟ هو شوف يعني انا بتكلم للامانه. يقال انه قناه صاحي هي اللي اعطتنا المساحه والحريه ان نتكلم في نفس السقف هذا. يعني انا طلعت. اذا قدمت نفس المحتوى وصار شيء مية كذب الغطاس، يعني بعدين بيشوف. لا يعني تتكلم انه راح تكون في محاباه، فخلاص يعني ليش هذه بدايه الموتى بالنسبه للاعلام الجديد. اذا كان في محاباه خلاص، بما ان الرجل يقدم هنا نفس الشيء وهنا نفس الشيء، وفي شباب اصلا يقدمون نفس الشيء اللي احنا نقدمه اكثر ترى فهد، وما صار لهم شيء. يعني هي مجرد انتقاد، زي ما قال برضو الاستاذ داود. يعني الاعلام موضوع ليش؟ للانتقاد. يعني انا ماني برايح مثلا عند دكتور فهد اقول له دكتور ايش رايك في صفه الاسنان حقتي، ولا ايش رايك في العضلات؟ اكيد بروح اشكي له الم. انا لما اشكي الالم ابغى الالم هذا يعني يخف علي فقط. هذا اللي نطمح له يعني في الاعلام. اكثر حلقه قدمتها وصارت فيها مشاهده كبيره وصار فيها ايضا ردود افعال كثيره من الناس. هي الحلقه الثالثه والحلقه 13. كانت وش الثالثه وش 13؟ الثالثه طلع فيها الاشاعه. طلعت فيها اشاعه القبض علي يعني. ليش؟ ايش كنت تتكلم عن الحلقه الثالثه؟ ما اذكر الموضوع والله بالضبط فهد، بس هي كانت كلها انتقاد. يعني الاولى الثانيه الثالثه هي كانت يعني الرتم كان يرتفع. او ما تذكر لما ودك انك ترجع يمكن. طيب 13 اللي كان فيها اين هي الحقيقه الغائبه، تقليد مقدم قناه الصحراء. هي اللي طلعت فيها وعجبت الناس يعني. وفي حلقه ندمت انك سويتها؟ لا ابدا. كم سويت؟ في مواضيع ندمنا ان سويناها، او اني خليني اتكلم صراحه انه ما حبينا انها تطلع بالشكل هذا. كانت تطلع افضل يعني المفروض. كم حلقه سويتها؟ 14 حلقه. وكل الحلقات 14 انت راضي عن ادائها؟ لا، المفروض انها تكون افضل من كذا، بس أنا بحكم الوقت يعني كنا احنا مطالبين في الشهر الواحد اول ما بدينا في قناه صاحي، مطالبين في الشهر الواحد 4 حلقات. يعني تخيل 4 حلقات، انت تفكر، تختار اخبار، تروح تقدم في الاستوديو، تروح تمثل برضه، لان في مشاهد تمثيليه عندك. وهذا اللي من الاشياء اللي ضايقتك في هذا متعب. لا متعب. بعدين صارت كل في الشهر حلقتين. بالنسبه لي اللي ضايقني في صاحي فهد، لا تحاول تسال لاني ما راح اجاوب. لا وما راح اتكلم في الموضوع هذا، لاني انا اقدر الاخوان في صاحي بيني وبينهم. هذه انا بسال عشان تنتقد، لكن انت من خلال حديثك انت جريتني على اكثر من سؤال، قلت لي انه انت عندك مشكله الضغط، فانا قلت هذه يمكن الاشياء اللي ضايقتك. او انت ما تحب انك تؤدي تحت الضغط. لا اتحمل اي شيء، لكن في اشياء انا ما احب اتكلم عنها. راحت عادي. بصرف النظر خلاص، هذه رغبتك. يعني انا اتحدث عنك. لا الضغط نتحمله، يعني ما عندك مشكله. اذا انا بقدم رساله هادفه وتهم الناس واتكلم بكلام بلسان الناس، فعادي اتحمل. هذا الله قدرني وحطني في المكان هذا، فلازم اتحمل يعني وادي امانتي. اوكي. وهذا عموما اسئله الناس اللي قاعد انقلها لك، من ضمنها اسئله قضيه انت ليش تركت صاحي. ما راح اجاوب. انا ما لا خلاص يعني صار لهم يمكن تقريبا شهر
ما راح اسالك ثانيه، بس انا اقول لك انه الناس من حقها ان تسال، من حق بصرف النظر عن أن تعرف. لا، بصرف النظر هذا بالنسبه لك اعتبارك الشخصي ان تقول او لا تقول، لكن الناس تسال، وما دامها تسال فانا ايضا من واجب علي اني بنقل. من حقك انك تسال. اي بنقلك لنقطه اخرى، معلش. تفضل. جو اليوتيوب اللي تشوفه تشبع بجرأة معينة فبينتقل نوعيا لمسارات أخرى، واللي بيستمر يرفع السقف مثل ما قال داود قبل شوي، أبى استمرار قد الدرج. أنتم تستمرون ترقى الدرج؟ أعتقد أن احنا خلاص يعني أنا قلت لك يعني الوحدة الوطنية، الدين والوحدة الوطنية لا تتكلم عنها، الباقي مفتوح مجال أتوقع، أو على ما أعتقد أن المجال مفتوح فيه. التنوع عندنا احنا نختلف عن التلفزيون بالتنوع في الأفكار في الطرح. يعني في التعليق احنا ساخر اكثر من ان احنا نكون جد، يعني برنامج جاد ونقاش لا، احنا نعلق على الخبر او الموضوع هذا بسخريه، منها انك يعني تقدم حاجه مضحكه للناس او يعني تخفف عنهم الالم، ومنها برضو توصل رساله للمسؤول. من هو صاحب الفضل اللي نقلك من شاشه التلفزيون الى اليوتيوب او الاعلام الجديد؟ صاحب الفضل الله يعني اول شيء قبل. أنت من نفسك اللي اتجهت لهذا المجال؟ لا، أنا كنت في قناة لاين سبورت. نعم. آخر محطة كانت لي. توقف البرنامج، رحت هناك جالس يعني فترة مؤقتة، نشارك الشباب في قناة صح، يعني ما كان لي نية أقدم أصلا برنامج. جلست فترة مؤقتة فقط، بس إنه كنت بطلع مع الأستاذ وليد الفراج ومسي عليه بالخير. كان في اتفاق إنه نطلع معه في MBC أكشن. ما الله كتب، وكنت موجود في صاحي وقدمت البرنامج، والله يعني فتح علي، يعني طلعت حبيت البرنامج. بس ما كنت تتوقع ابدا هذا الحضور لك انت شخصيا، انت تفاجأت بنفسك يمكن؟ طلعت موهوم من جوا. لا فهد، حبيته اكثر. انا بيني وبينك الاعلام الرياضي صرت مجبور عليه، قد مجرد اداء واجب لا اكثر يعني، لكن الاعلام الجديد وبرنامج يطبعون لما تقدم الخبر تحس في الخبر، تحس فيه قبل ما تقدمه، فأكيد أنك بتقدمه بكل صدق. تشعر بمنافسة مع من؟ مع نفسي. أوه. هذه مرة لا بالنسبة للشباب الآخرين بالعكس، والله أتمنى لهم التوفيق، لكني أنا ما أنظر لهم كمنافسين. لا جميل، أنت وضعت تحدي آخر، يعني تحدي مع نفسك، وأنت تتجاوز ما تقدمه. التحدي مع نفسي أنا، بالنسبة لي أنظر هذا منافس وهذا لا، كذا راح أطيح. في الهاشتاج يسألون عنه أو يشيرون إلى أنه هذه الموجة اللي أنتم متخذينها أنت واثنين أو ثلاثة من الشباب لن تظل طويلة وستكون صرخة، لأنه مجرد ما ينفتح الشاشة التلفزيونية التقليدية مثل برنامج مثلا الثامنة، ما يتكرر أكثر من برنامج مثل الثامنة سيختفي دواعي إقبال الناس على اليوتيوب. أنا أرد عليه أقول له ربما يكون هذا الصدق، صحيح كلامه، وربما أن يكون غير صحيح. ليش؟ لأنك أنت تشوف المعلنين بدأوا يتجهوا لليوتيوب، بدأوا يتجهوا لليوتيوب، معناته السوق الزمن القادم يوتيوب، الزمن القادم. بس ما تدري عن تطورات التكنولوجيا، فهذا ممكن يطلع برنامج جديد أو موقع جديد يعني يضرب لك اليوتيوب. الزمن القادم لك تخشى أنك ممكن تتوقف أو توقف؟ إن شاء الله بناء على هذه الجرأة اللي قاعد تتكلم فيها. إن شاء الله لا. ليش؟ لأني قاعد أقدم شيء يعني صادق. أول حاجة لا تبتلي عليه أحد، وبعدين إحنا ما نخترع شيء ترى فهد، إحنا نجيبها من جرايد يعني، من صحافة ومن تلفزيون ونعلق عليها فقط لا أكثر يعني. شكرا جزيلا. هادي الشيباني كان وجها وهو وجه بارز في الإعلام الجديد، استضفناه هنا للتعليق على الخط الأحمر، هل هو فعلا واقع ولا احنا افترضناه في أذهاننا فقط وهم تجاوزوه؟ قبل ذلك كان الأستاذ داود الشريان ويتحدث أنه لم يرفع السقف، لكنه طاول عنقه فقط ليتحدث مع الناس إذ رفعوا سقفهم هم. ألتقيكم في الغد، دمتم بخير والسلام عليكم.